حلقة النهاردة عبارة عن تهذيب وإصلاح، حلقة دراسية كده. المديرة بتاعة المدرسة عندها أسلوب آخر في التعليم. عشان تعمل كاركتر لأم في عمل فني أنت محتاج تحط شوية نقط كده بناء عليها هتقدر ترسم شخصية الأم صح. هتختار وتحدد الطبقة اللي الأم منها، هتختار ليها لبس معين. تشوف لها طريقة كلام معينة برضه ما تنساش. خوفها على أولادها وطريقة جديدة في التربية. عبلة كامل من مواليد محافظة البحيرة سنة 1960، دخلت كلية الآداب واتخرجت منها. ممكن نجيب حد أكبر من سنه ونخليه شاب عادي، بس مش هينفع نجيب حد في سن صغير ونخليه كبير عافية قوة واقتدار كده. عبلة كامل ست عادية قوي، عادية مش نمطية، او يمكن تكون نمطية بس النمطية هنا مش بمعنى وحش انها مملة مثلا. دايما هتشوف خالة فرنسا بأدائها قدامك. الشباب الجديد عاوز يروح باريس وبيسأل انت يا فرنسا انت روح باريس متابع كتير. لازم نتفق جميعا ان شخصية خالة فرنسا لعبلة كامل كانت وما زالت من انجح الشخصيات لغاية دلوقتي. اول ظهورها في فيلم الليمبي كفيلم اول مرة يظهر، وكانت برضو اول ظهور لشخصية فرنسا سنة 2002، واللي ساعتها الدنيا اتحركت للشخصيتين دول الليمبي وخالة فرنسا. 2003 افتقدنا الشخصية دي جدا. هي ظهرت في 3 أو 4 مشاهد مش اكتر في فيلم اللي بالي بالك، بس عوضا عن ده يتعمل فيلم في 2004 فيلم بحاله لشخصية خالة فرنسا بقى. انطلاقة قوية جدا لعبلة كامل في العموم، وبالاخص ككاركتر فضلت عليه سنين مع تغيير الشخصيات بعد كده وحتى السيناريو، وتفضل كده بنفس الصوت العالي بنفس الاسلوب وما نملش خالص. لو انت ما تعرفش عبلة كامل شخصية خجولة جدا اللي ابعد حد كمان. مساء الخير. وهي بتحاول تتجنب الكلام مع حد اصلا، مش هتلاقي ليها لقاءات اطلاقا. لو لقيت 2 يبقى كتر خيرك. خجولة جدا على عكس ظهورها قدام الكاميرا. لحظة الخجل دي بتفضل موجودة، المخرج يدخل اللوكيشن يلا عشان هنصور، خلاص بقى ما عادش خجل. تحسها كده في حالها، مش هتشوف لها تصريحات ولا عمرك شفت عنوان فيديو او مانشيت في جورنال بيقول لك عبلة كامل الحق ده عملت كذا. عارف انت مفيش حوارات كده. هتشوف دايما عبلة كامل الناس ست الوالد، علاقتها بالاطفال هي تحسها حقيقية قوي يعني. بتعمل دور الام صح، الام اللي بتشيل الفلوس بتاعتك وبتحوشها لك. هتشوفها على الشاشة وهي ام لمحمد سعد في الليمبي، بسنه بشخصيته بتركيبته الغريبة اللي على بعضها دي هتصدقها عادي. هتشوفها في فيلم بلطية العايمة ام لشوية اطفال برضه هتصدقها عادي، مع انك اوقات ما بتلاقيهاش متجوزه في العمل اللي هي بتمثل فيه. انا بقول اوقات مش في كله يعني، لان طبعا ما ينفعش ننسى الايقونه فاطمه كشري. دايما نفس عبلة كامل في الاكل يشد اي حد، كل الناس بتحبه، كل الطبقات. هي اصلا متميزه في المطبخ. تحط عليها بصل وملح وفلفل ونعناع وتتسلق زي اللحمه العاديه، وبتحب تدوق الكل منه، مش عايزه لها منافس في الحته دي عشان هي متألقه اصلا. لما شفنا خالة فرنسا خالد بطه في فيلم خالة فرنسا، هي مش امها بس اللي ظهر قدام الكاميرا انها ام فعلا دافيه كده. هو دايما دورها لو السيناريو عايز يوريلك ان اللي بتعمله ده غلط لازم برضه يفكرك باي طريقه انها ام قبل اي حاجه. خلينا دايما متفقين ان لكل حاجه مدرستها. يعني في السينما مدرسه للام، وهي الام كده كده مدرسه اصلا من زمان قوي يعني. اتربينا ان الام مدرسه، ان اعددت شعبا طيب الاعراق. الجمله دي لما بسمعها او بقولها تلقائيا بشم ريحه طابور الصباح في ابتدائي اللي هو الملزق الجميل ده. في مدرسه الام في السينما وبالاخص عندنا احنا صوره الام بتكون ام عاديه نمطيه قوي. وعبلة كامل مع انها مش رائدة المدرسة دي بس قدرت تكون هي مدرسة لوحدها. انا شايف مثلا لبلبة من نفس مدرسة الام اللي طلع منها عبلة كامل. مش بقول انها بتقاربن منها لا سمح الله، انا بقول مدرسة، والمدرسة اللي بيطلع منها بيكون متشابه في حاجات مع الطالب المتفوق. هي لبلبة برضو ام بس كانت من فصل تاني تقريبا، الفصل اللي كان فوق او جنب عبلة كامل اللي هو كان اغلب طلابه معاهم سندوتشات لانشون وبانيه، انما عبلة كامل كان معاه سندوتشات جبنة بيضة اللي بيبقى معاه حتة صغيرة كده من الخيار. هتشوف فيلم وش اجرام هتلاقي لبلبة ام لطه لابسة شخصية عبلة كامل هنا. بص 2 منافسين، الاتنين منافسين في الوقت ده، محمد سعد محمد هنيدي، عبلة كامل ولبلبة. مع العلم والاخذ في الاعتبار يعني ان محمد سعد اصلا اكبر من عبلة كامل ب8 أو 9 سنين بس مش اكتر. بس عادي نفع انها تبقى ام ليه وعملت الدور اجدع من اي ام تانية. هتلاقيها دايما متألقة في الشعر، على مخرج من الحمام، دارسة ومتعلمة، لفت على الجامعات والمدارس ورا ولادها، عندها رد لاي حاجة، ما بتستناش تفكر. تلاقيها دايما لما تقول رأيها تفرد دراعاتها كده مقبلة على الحياة. هي من زمان وعندها رأي، بتعرف تعترض، لبقة في الكلام، مش حاجة عادية وسهلة في أي كاركتر كده. ظهورها في فيلم التعويذة وهي في سن صغير في شخصية فاتن كان دور كبير عليها شوية، ده 5 فيلم ليها أصلا بس عملت الدور ولا أروع. وأغلب الناس كانت مستغربة من أدائها في الفيلم ده أصلا. بس أكتر حاجة الناس استغربت منها أو أكتر مشهد كان غير مفهوم للناس في الفيلم كله كان المشهد الأخير لمحمود البزاوي ساعة لما كان عندهم في البيت ولقى حاجة كده عاملة زي الطباشير واللي مات بسببها في آخر الفيلم. المادة دي كانت إيه بقى؟ محدش في الوقت ده كان يعرف إيه هو سر المشهد ده أصلا. بص يا صاحبي، دي مادة كده اسمها اكتواليزم، يا رب اكون بقولها صح، انا مش عارف انا قارئها كده. الماده دي بتظهر بعد ما الكيان اللي هو الكيان الروحاني او الشيطان يظهر، فالماده دي بقى بتطلع بقى
محمود البزاوي اكتشف الكيان ده فاتخنق بقى ومات وكده يعني. بس الفيلم ده على الرغم ان هو مش رعب قوي الا انه هيفضل فيلم بيعمل حاله نوستالجيا كده لاي حد بيتفرج عليه، مش عشان رعب ولا حاجه، تركيبه العيله فاكر. يلا نرجع للمدرسه تاني بقى. لو انت مروح من الجامعه مثلا وقررت انك تاخد تاكسي ولقيت كاركتر عبله كامل هي القسطى، مش زي اي سواق نمط هيتكلم معاك في حال البلد، لا خالص، هتلاقيها بتتكلم معاك في حالك انت شخصيا. اللبس بقى بالنسبه للكاركتر بتاع عبله كامل موضوع مش مجهد خالص ولا صعب في الاختيار. لو قلت لك دلوقتي مثلا تخيل عبله كامل في ثوب جديد، يا ترى هتتخيلها ازاي؟ بالظبط في الغالب تخيلتها لابسه عبايه او لبس المحجبات عموما. هو اختيار اللبس في العمل الفني بالنسبه للفنانين بيبقى على حسب الشخصيه اصلا، بس عبله كامل اصلا هي على بعض كده كاركتر، يعني مش هينفع خالص ولا هصدق ان عبله كامل تكون لابسه بنطلون وحاجه هاي كلاس، مش هيدخل دماغ الموضوع، مش هيتصدق اطلاقا. عارف انت لها اطلاله كده، لها هيبه بالرغم السلاسه والبساطه دايما اذا كان في اسلوب الكلام اللي احنا متعودين عليه من عبله كامل اللي تقريبا هو واحد وما بيتغيرش، هو واللبس ونفس اللهجه، مع الاخذ في الاعتبار واستثناء دورها في ادوار الصعيد او انها اسكندرانيه وكده، بس لا هي عبله كامل لها لهجه مميزه كده مش بتاعت حد برضه، صوت عالي بانفعالات، ممكن برضه تشوفها ريلاكس قوي بس ده ساعات يعني. ما افتكرش خالص لو كان في واحده تانية بدل دورها فلان عايش في جلباب ابي كان ممكن يقنعني خالص. عارف انت هو الدور ده معمول عشان عبله كامل اصلا، السيناريست وهو بيكتبه كان شايف عبله كامل قدامه، هو ده ما حصلش اكيد يعني، بس ده مجاز على شطاره استاذ عبله. والدور الذي لا ينسى لما كانت عامله ريا، ده عملت الدور اصلا احسن من ريا الحقيقيه، والا الناس ما كانتش هتتعلق بيه قوي كده لاتقانها الدور قوي، وهي جنب اي نجم حتى لو نجم شباك هتلاقيها متالقه قدامك وتحس برضه انها نجم الصف اول عادي يعني. في اي عمل بتلاقي البطل مصاحبه وملازمه حد كده ومش دايما بيظهر يعني، مش هتحس بغيابه، بس هي شخصيتها بتلقائيتها بكلامها اللي دايما الواحد متعود عليه كده، لو غابت هتحس قوي انها مش موجوده، في حاجه ناقصه، الشاي اللي ناقص السكر والاكله اللي ناقصها الملح يعني. مش دور عابر خالص، هو يمكن دورها مش بيبقى دور رئيسي والحوار مش بيدور عليها، بس عارف انت داخل البيت بتدور على الست الوالده، هو ده بالظبط. هي اصلا عبله كامل دايما واخده دور الام الحنينه بنفس التركيب، هي ساعات بتقسى بس برضه بتحن، ممكن تضحي بنفسها سبيل الاولاد. صوتها في الغنى مش احسن حاجه ولا دارسه، بس تلقائيتها في نطق الكلام والطريقه بتاعتها بتركيبتها دي يخليها مؤهله قوي انها تعمل اغنيه وبعد 19 او 20 سنه تفضل تتسمع في الافراح وتكون في الكلور. ده غير انها مشجعه جدا لنادي عريقه. انا ماليش في الكوره اصلا بس ريسبكت لاي حد بيشجع اي نادي يا جدعان، بس عبله كامل في سيد العاطفي ليها جمله من اشهر جمل التشجيع يا جدعان، هي بتركيبتها كده مؤثره قوي. وبس كده كانت حلقه بسيطه، لو عجبك اللي بقدمه ممكن عادي جدا تدوس سبسكرايب ولايك وكومنت، ويلا صباحكم مساءكم لذيذ.